كلنا عندنا مشاكل في الشعر وجربنا منتجات كتير، ومجرد ما نوقفها شعرنا بيرجع يتبهدل تاني. انا جايه اقولك النهارده على حاجه لطيفه هتستخدميها للشعر وهتفرق جدا معاكي. هتقسمي شعرك ل4 خصل وهتحطيه نص ساعه وتشطفيه، وتكرري العمليه دي مرتين في الاسبوع. هتحطيه لوحده او تخلطيه مع زيت جوز الهند او زيت الزيتون وهو جل الصبار. هتلاقي التساقط وقف، مفيش تقصف، مفيش قشره، شعرك طول وبقى ناعم. طيب اشمعنى جل الصبار؟ جل الصبار مليان فيتامينات ومعادن، في فيتامين اي وسي وحمض الفوليك وفيتامين بي 12 احذر من مشروبات الطاقه للاطفال. بشوف اطفال كتير جدا جدا دلوقتي بعد المدرسه وبين الدروس ماشيين بمشروبات الطاقه فاكرينها عصير. طيب جمعيه القلب الامريكيه بتقول ان استهلاك مشروب الطاقه على المدى الطويل بيؤثر تاثير سلبي جدا جدا للاطفال والشباب تحت سن 18 سنه. مع الاستهلاك الطويل لمشروبات الطاقه قد تؤدي لا قدر الله الى فشل في عضلة القلب. كمان الجمعية البريطانية بتقول إن استهلاك مشروبات الطاقة أكتر من 5 مرات في الأسبوع بتعمل على ضعف الصحة البدنية والعقلية للأطفال. يعني الأطفال والشباب اللي بيشربوها بحجة إنها بتزود طاقتهم هم أكثر عرضة للصداع والتوتر والقلق ومشاكل في النوم ومشاكل القلب والاستبعاد الدراسي. شير عشان الفيديو ده لازم يوصل لأكبر عدد من الآباء والأمهات. لو حضرتك مريض غدة درقية تجنب استخدام معجين الأسنان اللي بالفلورايد، لأن الفلورايد بيسبب خلل في هرمونات الغدة الدرقية، كمان بيأثر على امتصاص الدواء بتاعها.